لو انت لسه بتستخدم الاكسل يبقى انت قديم قوي، لان في حلول تانية احسن من الاكسل كتير وكمان ببلاش. ودلوقتي هتعرف اول بديل للاكسل، واللي من وجهة نظري الشخصية انه احسن من الاكسل في حاجات كتير. لو مهتم تجرب حاجة احسن من الاكسل في حاجات كتير يبقى الفيديو ده ليك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكيد مايكروسوفت اكسل برنامج مهم جدا لفئات كتير جدا من المستخدمين، من اهمهم طبعا المحاسبين والاداريين بشكل عام. بس حقيقي في حاجات تانية افضل من الاكسل. جوجل عامله حاجه زي الاكسل كده اسمها شيتس. ايه الشيتس دي؟ ده برنامج جداول. من اهم مميزاته ان انت مش بتحتاج ان يكون عندك برنامج متسطب او محفوظ على الكمبيوتر عندك. مش لازم ان انت يكون عندك السدهايه بتاعته ولا بتنزله من على الانترنت وتعمل له داونلود وبعد كده تعمل له سيت اب والكلام ده، لا مش موجود خالص. دي اول حاجه. تاني حاجه، الرخصه بتاعته مجانيه 100%. بمجرد ان انت يكون عندك اكونت على جوجل تقدر تستخدم البرنامج ده من على البراوزر العادي. تالت اوبشن وده الاهم، ان انت مش محتاج ان انت تكون ماشي بفلاشه عليها الملفات بتاعتك. اغلب الناس الاداريين عشان بعد ما عمل جدول الاكسل بتاعه عايز يكون متنقل معاه، فهو بيحطه على فلاشه او بيرفعه على موقع معين او بيعمل قصه كده. لكن انت في جوجل شيتس مش هتحتاج الكلام ده، لان انت اي حاجه بتسيبها عندك اوتوماتيك على طول بتتسيب على الملف او حسابك الموجود في جوجل. يعني بكل بساطه تقدر تفتح الملف الاكسل بتاعك، او اسف ملف الجداول بتاعك، الجداول بتاعتك اللي انت عاملها على شيتس تقدر تفتحها من اي مكان في العالم طالما عندك بس اليوزر نيم والباسورد، الايميل بتاعك والباسورد بتاعك، خلاص على كده. خامس حاجه، درجه الامان عاليه اكتر. ليه بقى؟ لان اي حاجه انت بتكتبها على الجوجل شيتس او على الشيت ده على طول بتتسيب. تقدر كمان تتتبع كل التغيرات اللي حصلت، وحتى لو ما عندكش اكونت وما بتعرفش فيه هعلمك كل حاجه من الصفر لحد ما تبقى معتمد على نفسك. مش هقول لك للاحتراف، لحد ما تبقى معتمد على نفسك. عايز اقول لحضراتكم على معلومه مهمه جدا، مش لازم تكون اداري، مش لازم تكون محاسب، مش لازم تكون شغال في شركه مثلا او كده عشان تستخدم برنامج الجداول ده. انت ممكن تبقى قاعد في البيت ترتب الجداول بتاعتك. اي جداول انت ممكن تفكر ان انت عايز تعملها على ورقه وقلم كده تسطرهم كده، تقدر تعمله على جوجل شيتس ويكون متنقل معاك. تفتحه من على الموبايل، تفتحه من على اللابتوب، تفتحه من اي مكان في الدنيا وتضيف معلوماتك عليه وتسيب، والموضوع يكون بسيط جدا بالنسبه لك. يلا بينا مع بعض على جهاز الكمبيوتر كده ونشوف هنفتح الابلكيشن ده ازاي ونشتغل عليه ازاي بعد الفاصل. احنا دلوقتي على ديسكتوب جهاز الكمبيوتر على سيستم مايكروسوفت ويندوز 10. عشان نفتح برنامج الشيتات بتاعنا عن طريق الويب لازم افتح الاول متصفح للويب. متصفح الويب عندنا انواع كتير جدا، من ضمنها او من اهمها جوجل كروم اللي هو من انتاج جوجل، واللي انا بصراحه بنصح بيه في استخدام الجداول لان بيوحد لك الاكونت بتاعك بتاع الدخول. المهم يلا بينا نفتح كده جوجل كروم ونشوف ازاي هنقدر نعمل اكونت جديد لو احنا ما عندناش اكونت، وبعدها ازاي ان احنا نقدر ندخل على الحساب بتاعنا بتاع الجوجل بعد انشاء الحساب، او لو انت عندك اصلا حساب قديم. بمجرد ما نفتح جوجل كروم دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هيقول لي سيت اب يور نيو كروم بروفايل، على اساس ان انا ما عنديش اكونت على جوجل. فعندي حل من الاثنين، يا اما اقول له ساين ان يا اما اقول له كونتينيو without ان اكونت، يعني من غير اي حساب. طبعا لو انا عندي حساب هقول له ساين ان عشان اخش باليوزر نيم والباسورد بتاعي على خدمات جوجل كلها، وبثبت كمان الاكونت بتاعي على جوجل كروم المتصفح بتاع جوجل. طيب انا هقول له دلوقتي حاليا، يعني هقول له continue without an account. هو بيقول لي طالب مني اكتب اسمي، هكتب هيثم كده اوكي، وهقول له هنا done. هنا هو فتح لي الاكسبلورر بتاعي او المتصفح بتاعي بدون حساب على جوجل. زي ما انت شايف كده هو بس عامل البروفايل اسمه هيثم، عشان البروفايل ده لو انا عملت شويه كاستمايزيشن كده الوان او حاجه زي كده والهيستوري والكلام ده يكون محفوظ باسمي هنا. دلوقتي انا عايز ادخل على خدمه او ابلكيشن من تطبيقات جوجل اللي هو جوجل شيتس، وانا اصلا ما عنديش حساب. ايه اللي هيحصل معايا؟ خلينا نشوف كده ونروح عند النقط الكتير دي كده. بعد طبعا ما هو فتح لي الشاشه الرئيسيه بتاعته اللي هي google.com، لان طبعا المتصفح ده هو جوجل كروم تبع جوجل. طيب لو انت ما ظهرتش عندك الصفحه دي هتعمل ايه؟ هتكتب google.com، دوس انتر هيطلع لك بالشكل ده. شوف عندي هنا بقى ايه؟ تسجيل الدخول لخدمات جوجل كلها. اوكي، انا هنا هقول تسجيل الدخول عشان انكشه كده عشان اعمل ايميل او اعمل حساب. دلوقتي هو بيقول لي هنا
دخل اسم الحساب بتاعك. طبعا انا ما عنديش حساب، ما عنديش اكونت، اعمل ايه؟ انت لو عندك اكونت دخل هنا اليوزر نيم والباسورد وخلاص، خلصنا على كده. طب لو انا ما عنديش هعمل ايه؟ هقول له هنا انشاء حساب. طيب لو انا رجعت خطوه لورا كده قبل تسجيل الدخول، هلاقي في عندي نقط كتير هنا، لو جيت دوست عليها دي اسمها تطبيقات جوجل. بص بقى، الحساب، البحث، الخرائط، اليوتيوب، بلاي، ستور. انت طبعا لو انت بتتفرج عليا على اليوتيوب دلوقتي وانت ما عندكش اكونت على اليوتيوب، مش هتقدر تعمل كومنت، مش هتقدر تعلق على اي فيديو انا بكتبه، مش هتقدر تعمل لايك ولا تعمل سبسكرايب ولا اي حاجه. في المستندات وجداول البيانات والحاجات دي كلها، كل منتجات جوجل فهي مرتبطه بحسابك في جوجل. لو جيت من دول كده هلاقي في وسطهم حاجه اسمها جداول بيانات، هي دي اللي انا عايزها، اللي هي شيتس. لو دوست عليها هنا عشان ادخل على البرنامج بتاع جداول البيانات، هيقول لي برده فين الاكونت بتاعك. اعمل بقى تسجيل دخول كده ووريني الاكونت بتاعك عشان اقدر ادخلك على الخدمه دي. لو جالك بالانجليزي زي ده كده وانت عايز تقلبه عربي، فانت من هنا كده بكل سهوله هتختار اللغه العربيه. عندك قلنا الاكونت هتكتبه، ما عندكش الاكونت هتدوس على انشاء حساب، وهو ده اللي احنا عايزين، وهو ده اللي احنا من خلاله هننشئ حساب جديد ليك في جوجل. ده لو انت ما عندكش او ما تعرفش بيانات الدخول بتاعتك لجوجل. الاستخدام الشخصي ولا لطفلي ولا للعمل؟ انا هقول الاستخدام الشخصي لان دي حاجه شخصيه. الاسم الاول هقول هيثم سلامه دوت 2022 مثلا. يعني كلمه المرور هنا انا افضل ان انت تكون مزيج ما بين الكابيتال لتر والسمول لتر، وعلامات اللي هي العلامات العاديه اللي هي ات وهاش ومش عارف ايه، وشويه ارقام كده عشان تبقى كلمه المرور بتاعتك قويه، وما تقلش طبعا عن 8 احرف زي ما هو كاتب لك كده. استخدام 8 احرف او اكثر باستعمال مزيج من الاحرف والارقام والرموز. ماشي، انا هقول له هنا اي حاجه كده 30. لو دوست كده التالي هو هيقول لي بقى طالما قبل كده خلاص، يبقى اوريدي انا الايميل بتاعي الجديد اهو موجود وشغال. رقم الهاتف هنا اختياري، وعنوان البريد الالكتروني ده هنا برضو اختياري. ده عشان لو ايميلك ضاع، باسورد ويوزر نيم ولا حاجه، تقدر انت تجيبه. ونفس الكلام برضو البريد الالكتروني، عشان لو ضاع ونسيت الباسورد ولا حاجه تقدر انت تسترده عن طريق البريد الالكتروني الاضافي اللي انت بتحطه هنا بالجنس. ماشي، ونضغط التالي ووافق. هنا احنا وصلنا فين بقى؟ لجداول البيانات من جوجل. هنا احنا فتحنا الابلكيشن بتاع جداول البيانات. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ان جوجل مش بس عامله جداول بيانات، هي عامله حاجه زي الوورد اسمها مستندات، جداول بيانات، عروض تقديميه اللي هي زي الباوربوينت، ونماذج اللي هي فورمز. الاربع حاجات دول بيشتغلوا بنفس طبعا الاكونت الدخول اللي هو بتاع جوجل.com. بص من هنا كده اعمل تسجيل الخروج او اخش بحساب تاني خالص، وده الايميل بتاعنا اهو اللي احنا بنجرب بيه. طبعا مفيش اي جداول اخيره لان طبعا الحساب ده جديد ومفيهوش اي جداول معموله. طيب يلا بينا كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدا نشغل البرنامج ونعمل اول شيت. هنعمل اول شيت ازاي يا جماعه؟ ان احنا هنضغط تحت هنا كده على علامه الزائد دي، وهنقول له انشاء جدول بيانات جديد. اوكي، هضغط كده على انشاء جدول بيانات جديد بالشكل ده، هيطلع لي زي ما انتم شايفين كده جدول بلا عنوان، جدول بيانات بدون عنوان. ليه؟ لان هو طبعا احنا ما سيفناش فيه حاجه. طيب من جداول بيانات هنا هغير اسم جدول البيانات كده، وهسميه هقول مثلا ايه، بيانات المبيعات. بص تم حفظ التغيرات في درايف. في عندك اوبشن حلو هنا ان انت بتقول له ايه، هنا بيقول لك ان هذا المستند لا يمكن استخدامه بدون انترنت. ليه؟ لان دي صفحه ويب يعني ومرتبطه على طول بسيرفرات جوجل. لو انت الانترنت اتقطع عنك دلوقتي مش هتقدر تكمل اي تعديل. بس هو بيديك كمان اوبشن ظريف جدا، بيقول لك انت لو عايز تعدل من غير انترنت ينفع. قال لك هنا اذا فقدت بيانات الاتصال لن تتمكن من تعديل هذا المستند. للوصول الى مستندك بلا اتصال بالانترنت فعل وضع عدم الاتصال بالانترنت. انت لو مجرد ما تدوس هنا تفعيل تقدر تشتغل على الملف بتاعك لوكال كده، يعني على جهاز الكمبيوتر عندك. هندوس تفعيل، هيقول لك انت عايز تفعل الملفات دي بدون انترنت. فعله كده، هعمل تفعيل كده ايه، يمكن اعاده السماح بالتعديل من غير انترنت، اعاده تحميل كده. كده انا عملت حاجتين، ان انا بعدل على الشيت اونلاين كده، ولو ما عنديش انترنت اقدر ان انا اشغل الشيت بتاعي واكتب اعمل التعديلات بتاعتي، وان شاء الله لما يبقى فيه انترنت يبقى بيعمل ابديت على الملف اللي موجود في درايف. طيب يلا بينا بقى كده نشرح واحده واحده الحاجه الموجوده فيه. اول حاجه احنا غيرنا اسم الملف هنا من بلا عنوان لبيانات المبيعات. في دي اقدر اديله نجمه ان انا اميز الملف ده، وهنشوف بقى لما نقفل كده الملف هيبان التمييز بتاعه. هنا اقدر اعمل له نقل في ملف جديد، اعمل فولدر كده. طبعا الكلام ده جوه درايف. بعمل فولدر كده بقول ايه، مستنداتي الجديده مثلا، او اقول شيتات جديده. عملت مجلد جديد اسمه شيتات جديده، ان انا دوست على علامه الزائد دي.
المجلد ده فارغ، فانا هعمل نقل هنا ان انا كده نقلته على فولدر اسمه شيتات جديد. مش عاجبني الموضوع، اقدر اعمل تراجع عادي خالص بس تخليه موجود. تم اجراء اخر تعديل قبل 4 دقائق، وهنشوف الحته الصغيره دي اللي هيحصل فيها بعدين. اول حاجه هنا كنترول وزد وكنترول وواي زي اكسل بالظبط، تراجع واعاده. يعني لو انا كتبت مثلا حاجه هنا مثلا كده وجيت مثلا بالغلط مسحتها، التراجع هنا هيرجع لي الحاجه اللي انا مسحتها، والاعاده هيرجعني للوضع الاولي. ده طبعا بتاع الطباعه او كنترول وبي. وهنا هختار اذا كان الورقه الحاليه ولا خلايا محدده. هنا هختار مقاس الورقه عادي خالص، وهنا افقي وعمودي وملائمه مع العرض، ولا كل الاوبشنز بتاعه الطباعه هي موجوده قدام حضرتك. التنسيق والرؤوس والتسجيلات، عايز تحط ارقام الصفحات مثلا، او عايز تحط عنوان المصنف، اسم الورقه، التاريخ الحالي، كل البيانات تقدر انت تضيفها عادي في الهوامش بتاعتك الطبيعيه. ولو قلت التالي هيبدا ان هو ينقلك على الديالوج بوكس بتاع الطباعه. ادي الورقه قدام عين سعادتك هنا كده، وهنا بتختار البرينتر اللي انت عايز تطبع عليها. ممكن تعملها بي دي اف، تطبعها بي دي اف عادي، او تختار البرينتر اللي انت عايز تطبع عليها من هنا. طيب ايه تاني هنا؟ نسخ التنسيق. يعني فرضا مثلا انت عملت تنسيق معين، زي هنا مثلا غيرت اللون الخط، انت عايز تنقل التنسيق ده تخليه هنا نفس الكلام، فهتعمل ايه؟ هتروح دايس هنا كده وتروح عامل علامه الفرشه بتاعت نسخ التنسيق، تقوم دايس على دي كده، اتنسخ التنسيق زي ما هو بالظبط. اوكي طيب هنا طبعا تكبير وتصغير، انت تقدر تكبر الشيت شويه وتصغره عشان مستوى الرؤيه بتاعك، انت بتحب تشوف الحاجه يعني حجمها ازاي بالظبط. في ناس ما بتعرفش تشوف الحاجات الصغيره. قبل ما نكمل بقى الحته دي كده، خلونا ناخد مثال صغير كده. لو افترضنا ان احنا عايزين نعمل مثال عن ورقه مبيعات فعلا زي ما احنا حاطينها كده، بيانات المبيعات، ولكن عايزين نعمل الشيت بالعربي، يعني ما يبقاش كده بادئ من الشمال، احنا عايزين يبقى بادئ من اليمين. فهنروح فين؟ هنروح هنا من التول بار دي، وهنقول له ورقه من اليمين الى اليسار. مجرد ما ندوس هنا كده هنلاقي الاي بي سي بدات من الشمال. طبعا دي اسامي الاعمده، ودي ارقام الصفوف. هنبدا هنا كده هنقول مسلسل، تاريخ، طبعا بالاسهم انا بتحرك يعني بدون اي مشكله يعني. قيمه المبيعات، قيمه الضريبه، الاجمالي. عايزين بقى ايه؟ نسطر الجدول بتاعنا كده ونلونه ونخليه حلو. هنعمل ايه بقى؟ نقوم معلمين عليه كده، معلمين على الخلايا اللي احنا عايزين نلونها او نغير التنسيق بتاعها، وهنقول له خلي لي الكلام باللون الاحمر. اوكي، وخلي المحاذاه هنا، شايف المحاذاه خليها وسطيه، يعني الكلام يبقى في نص الخليه. هنقول له خلي ده بولد، يعني الكلام تقيل. اوكي، ويتوسطه خط، لا بلاش يتوسطه خط دي. وحجم الخط هنخليه مثلا ايه اكبر شويه، خليه 18. اوكي، طبعا هنا زي ما احنا شايفين كده ان الخلايا دخلت في بعضها، فانا هضطر ان انا ايه اغير السايز بتاعها، او ممكن اعلم عليهم كلهم كده وادوس دبل كليك في المكان اللي في النص كده، هيعمل لي ايه؟ هيغير لي على حسب التكست الموجود جوه كل خليه. او ممكن اخليهم كلهم قد بعض، ان انا اشد واسحب كده لحد ما الاقيهم كلهم فعلا بقوا قد بعض. وهنا برضو اقدر ان انا اصغر واكبر شويه. طيب عايز اسطر الجدول، اسطره كده لحد دول مثلا، انا عايز اسطر بس الحبه دول كفايه. اوكي سطرتهم. هغير لون الخلفيه بالشكل ده، مثلا اخضر فاتح بالشكل ده كده. اوكي، وهنا هعمل المسلسل مثلا نقول 1 2. بدل ما نعمل 1 2 كده، هنقوم شادين من اول الاثنين لحد الاخر كده، وهندوس على زرار كنترول ونسيب زرار الماوس اللي هو اليسار، هينسخ لي الارقام بالتسلسل. هنا انا عايز احدد التاريخ، يعني اقول له ان الكولوم ده هيتحط فيه بس تاريخ. هنا نوع التنسيق، فهندوس على مزيد من التنسيقات، وهقول له انا عايزه تاريخ بالشكل ده. اوكي طيب هنا هنقول تاريخ ايه؟ 1/1، هيقوم هو كاتب لي قايل لي 1/1/2022. هنا المبيعات مثلا عايزين نقول 10000. اوكي قلنا 10000، بس هي هل هتتساب 10000 كده قرعه؟ لا، انا هقول له ان دي عمله. هدوس كده برضه على مزيد من التنسيقات، درهم اماراتي او دولار، اهو دولار امريكي. اوكي تطبيق، بص عملها لي ازاي 10000، وحط لي كمان مكان السنتات هنا. قيمة الضريبة، هنا بقى اللي هنعمل فيها معادلة. هنقول ايه؟ هنقول دي بتساوي، وهناخد الحتة دي كده ونقول له انها في، خلاص انا علمت عليها، بتساوي C2 شيفت و8 في، وهقول له هنا 0.05 انتر. هنا طلع لي قيمة الضريبة اللي هي لو 5% هتبقى $500 على $10,000. تمام. طيب هنا اجمالي المبيعات، هقول له هنا اجمالي المبيعات احنا عايزين ده يساوي المبيعات زائد قيمة الضريبة، يبقى يساوي 10000 زائد اللي هو C2 بلس D2.
اوكي انتر. بص حسبها لي على طول كده. هنيجي مثلا يوم 2/1، قيمه المبيعات عندي كام النهارده؟ النهارده اعلى شويه، 12000 مثلا ايه دولار. هخش هنا بص هنا مش حاسبها لي. طب انا اعمل ايه في الحاله دي بقى؟ لازم انسخ الخلايا اللي فيها معادلات زي دي معادله، اوكي، والخليه اللي فيها معادله زي دي انسخهم على الشيت كله او على الجدول كله اللي انا سطرته. فهعلم عليهم هما الاثنين طبعا من الزرار الصغير ده، انزل بيهم على تحت كده. اداني كلهم اصفار لان المعادلات لسه ما فيش هنا متخليط اصلا. لكن انا لما اجي اليوم اللي بعده اضيف مثلا هقول له 2 او مثلا 3/1. هو تنسيق التاريخ بس معكوس شويه هنا، الشهر 1 والايام بتبقى في النص، مش مشكله، اقدر ان انا اغير طبعا اكيد التاريخ تنسيقه من هنا واقول له تنسيق تاريخ والوقت المخصصان، ومن هنا ادوس على التنسيق الجديد اللي انا عايزه، مثلا بختاره من هنا او ممكن اغيره بايدي عادي، وهيبقى عندي تنسيق التاريخ بالشكل ده. طيب هقول بقى مبيعات اليوم اللي بعده مثلا 20,000 دولار. بص اوتوماتيك هيحسبها ازاي اهو، حسبها. طيب ايه تاني من الاوبشنز نقدر ان احنا نستخدمها؟ لو جينا مثلا لو احنا مثلا عايزين ان قيمه الضريبه دي مثلا يعني، او الرقم ده ايا كان الرقم اللي جوه، العلامات العشريه بتاعته تقل شويه وتزيد شويه، فانا بستعملها من هنا، زياده المنازل العشريه وتقليل المنازل العشريه. اوكي بص كده يبقى رقم من غير اي سنتات كده، مع السنتات ده هنا تقليل وهنا تزييد، زياده هنا تقليل وتزييد. هنا بقى تنسيق كنسبه مئويه، يعني مثلا لو جينا عايزين نحسب مثلا النسبه اللي هي نسبه الضريبه عادي، اللي يعني بس انا عايز اوضح لكم ازاي النسبه بتتحسب. هقول له مثلا ده بيساوي ال 500 دي على سوري على ال 10000. بص هي بتساوي ايه؟ 0 و 0.05 اوكي، اللي هي 5%. بس احنا عشان نعدل شكلها بدل ما هي شكلها عامل كده هندوس على زرار النسبه المئويه عشان يبقى التنسيق بتاعها نسبه مئويه، وهنا نقدر ان احنا نزود برضو المنازل العشريه ونقللها عادي خالص. اوكي، ونقدر نطبق طبعا المعادله اللي هي موجوده بتنسيقها بان احنا ناخدها كوبي بيست او نشدها ونسحبها لحد تحت كده يدينا النسب. طبعا الخطا اللي ظاهر هنا ان طبعا دي اصفار على بعضها واماكن فاضيه، يعني ازاي هيقسم صفر على مكان ما فيهوش اي داتا، فعشان كده بيديك الايرور ده عادي. احنا خلينا نمسحه دلوقتي، مش عايزين اصلا الحته دي في اي حاجه دلوقتي. طيب احنا كده عرفنا كل اللي في الصف ده تمام، وعرفنا برضو انه لو انا عايز اغير تنسيق الحاجه دي لحاجه شبه كده، فانا هقف على الحاجه الاصليه كده اللي عليها التنسيق، وهعمل بالفرشه هنا نسخ التنسيق واقوم دايس على دي كده، يبقى التنسيق بتاعي يتنسخ على الجنب ده. قلنا هنا بتاعت التسطير ماشي. دمج الخلايا بقى، الله على دمج الخلايا، جميل قوي دمج الخلايا ده. دول خليتين كده جنب بعض، وانا عايز هنا مكتوب 5%، وهنا نقول مثلا ايه، هنا مثلا عايز اقول ان الضريبه مدفوعه مثلا، دي هنا غير مدفوعه. اوكي كلهم تحت ايه؟ نسبه الضريبه. مثلا لو قلنا كلمه الضريبه هنا، ضريبه حاله دفع ونسبه الضريبه. طيب انا عايز الاثنين دول الخليتين دول ياخدوا التايتل ده مع بعض، فهعمل ايه؟ هعلم على الاثنين كده وهم رايح على زرار اسمه دمج خلايا موجود في الاكسل اللي هو الميرج برضو، لو دوست عليه كده هيبقوا الاثنين عباره عن خليه واحده. اوكي اقدر دول يبقوا تحتهم هو ايه، نفس مثلا الجدول الصغير ده، مثلا ايه اسطره بالشكل ده تمام. او ممكن اغير كمان لون التسطير بتاعه. بص كده ازاي، اخش هنا كده وهقول له غير لون الاطار، خليه مثلا لون ازرق. اوكي هيقول لي حاجه، يقدر يتكلم؟ ما يقدرش. ادوس على كده اوكي عمل الاطار بلون الازرق. في حالات تانية من الميرج في اختيار لون هنا، الدمج الكل والدمج افقي والغاء الدمج عادي. ممكن الغي دمج الخلايا دي بان انا اضغط هنا مره واحده، او ارجع اضغط على الغاء الدمج من هنا. اوكي يبقى كده برضو احنا لغينا دمج الخليتين، بس خلينا هدوس كنترول وزد عشان ارجع خطوه لورا مع الدمج. كويس. بص الجمال بقى، واحنا شغالين على طول هو بيحفظ التغيرات اوتوماتيك ما بيرجعليش. اوكي لو انا عايز اشوف بقى التعديلات اللي حصل فيها، بص قال لك تم اجراء اخر تعديل قبل ثواني. لو جيت دوست على اللينك الصغير ده هيطلع لي حاجه اسمها سجل التعديلات، دي جميع النسخ اللي اتحفظت النهارده بالتغيرات بتاعتها. هنا بيقول لك ده اخر تعديل
حصل في الحته دي، وقبلها كان في تعديل تاني ان الصفحه كانت فاضيه خالص وما عملناش اي حاجه فيها. طب لو انت شاكك شويه وعايز تسيف كل شويه، اعمل كنترول واس عادي خالص، ما عندكش مشكله. طيب خلينا نشوف حاجه جديده تانية كده، اللي هو طبعا احنا قلنا المحاذاه هنا يمين وشمال وفوق وتحت، احنا خلاص خلصنا منها كده. يعني مثلا ده هنا في النص، اوكي. لو رحنا هنا دوسنا هتبقى على الشمال، وهنا على اليمين، بص كده، وهنا في النص. هنا المحاذاه بقى الرئيسيه، بص بقى الجمال. لو انا جيت مثلا فتحت شويه كده الخليه دي، سوري الصف ده فتحته كده، بص هنا هتلاقي الكلام واقع لتحت. بص ده انا بقى ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له اعمل لي محاذاه في النص، بص بقت في النص كده وسطيه، او خليها لفوق، او خلي النص لتحت. التفاف النص، بص التفاف النص مثلا لو انا حبيت اصغر دي شويه فالكلام هيروح مني هنا كده، فانا اقول له حاجه اسمها التفاف النص، دوس عليها كده، بص يعمل ايه؟ يخلي لك الكلام يعني تحت بعضه عادي، ان الخليه واحده تقبل كذا سطر. هي في الطبيعي ما بتقبلش اسطر، بس انا بالاوبشن ده اخليها تقبل كذا سطر. وكمان هنا اقول له اعمل لي بقى محاذاه بالشكل ده كده، عشان اخلي شكل الجدول حلو ناحيه الوسط، يبقى شكل الجدول كده افضل بكتير. عادي انا ممكن كمان اعمل حاجه اظرف من كده، ان انا اقول له بص بقى اعمل لي التكست كده إمالة للأعلى أو إمالة طبعا كل الحاجات دي موجودة في إكسل، كل واحد بقى وذوقه في الجداول اللي هو بيكتبها. طيب إيه الجميل ده بقى هنا؟ إن أنا أدرج رابط. يعني مثلا أنا عندي هنا قناة على اليوتيوب، youtube.com/هيثم سلامة، أوكي. عايز مثلا أحط فيديو واحد من الفيديوهات الموجودة كريفرنس ليا، أخد اللينك بتاعه، اوكي، اخد اللينك بتاعه مشاركه، اوكي، نسخ الرابط، وهم قايل له هنا انا عايز احط هنا كده مثلا لمزيد المعلومات اللينك ده، فهقول له ادراج رابط، اوكي. هعمل بيست للرابط ده كده وهختار الرابط، اوكي. وهنا هكتب النص كمان، هقول له اضغط هنا مثلا، اضغط هنا لتشغيل فيديو الشرح. لو جه هو وقف هنا كده، طبعا انا بتكلم يعني اي حد ممكن يستخدم الحاجه دي، فهيدوس هنا مثلا كده، اوكي، هيضغط هنا على الحاجه دي، اللينك ده هيطلع له. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم هيثم. تمام. فكده انا اديته هنا لينك لحاجه ثانيه، طبعا مش لازم يكون فيديو، ممكن لينك الملف تاني مثلا مرفوع على الانترنت، لينك لملف المفروض ان هو يعمل له داونلود مثلا، لينك الشيت تاني، لينك مثلا لملف مستند وورد مثلا، عادي خالص، اوكي. ممكن طبعا نعمل رابط للنطاق تاني مثلا، او ورقه عمل تانية. المهم يعني هنا بدرج تعليق، يعني مثلا هنا مدفوعه ولا مش مدفوعه، انا ممكن اقول له مثلا هنا في تعليق كده بالشكل ده، ان هو تم الدفع بواسطه فلان يوم كذا، اوكي. وهعمل تطبيق كده، يبقى انا كده عندي هنا في كومنت. لو جيت وقفت بس على الحاجه الخليه هنا هيقول لك تم الدفع بواسطه فلان، وده الكومنت من هيثم، لان ممكن ناس تانية تبدا انها تحط كومنتات برضو بنفس الشكل. طيب ايه تاني بقى عندي؟ في حاجه اسمها هنا ادراج رسم بياني، ان انا ممكن ادرج رسم بياني موجود. مثلا عايز اقول على الرسومات البيانيه اللي هي في نطاق البيانات اللي هي دي، اللي هي السي والدي، وخلينا نقول مثلا السي بس، اللي هي بتاعت اللي فيها المبيعات، اوكي. وهنقول له هنا حسنا، فهنا هيطلع لي نطاق سوري الرسم البياني الخاص بالمبيعات بالشكل ده موجوده. انا كده هقدر احط الرسم البياني بتاعي. ده الرسم البياني اللي بيوصف ايه المبيعات اتغيرت قد ايه بشكل مثلا ايه يومي. في حاجه اسمها هنا تصفيه او انشاء فلتر، اقدر ان انا اعمل فلتر مثلا بالتاريخ، هقول ممكن طبعا من هنا كمان اعمل نفس الفلتر، اوكي. هنا اقدر اعمل قص ولصق واحذف عمود وادرج عمود زي شغل الاكسل بالظبط. هنا بقى في انشاء الفلتر، هنا اقدر اقول له انشئ لي فلتر على التاريخ مثلا، بحيث ان انا لو جيت دوست هنا كده اقول له، هيقول لي مثلا اعمل فلتره في على حسب الشرط، على حسب اللون، على حسب الترتيب من كذا لكذا، اظهر لي مثلا بس يوم واحد في الشهر، لو قلنا مثلا يوم واحد في الشهر، او اظهر لي يوم 2 مثلا، خلينا اوكي 2
بدون فراغات. اوكي حسنا، فيظهر لي يوم 2 في الشهر، هو ده مبيعات يوم 2 بس. اوكي اقدر ان انا اغير واقول له مثلا اوكي هيظهر لي يوم 2 ويوم 3 فقط لا غير، واقدر كمان اشيل الفلتر اخليه الكل، اختيار الكل. تمام، حسنا بالشكل ده يطلع لي الجدول كله على بعضه. الفلتره بتكون عن طريق ان هو بيحذف صفوف او بيخفي صفوف اللي هي مش متناسبه مع الفلتر اللي انت حاطه. هنا بقى الكتابه من اليسار لليمين او من اليمين لليسار، كتابه لو عربي او انجليزي فبتختلف طبعا اكيد. هنا ممكن اقدر اضيف لوحه مفاتيح عربيه، يعني انت لو عندك مشكله ان لوحه المفاتيح بتاعتك او الكيبورد ما فيهوش عربي، هنا تقدر ان انت بس تدوس على الخيار ده وتدخل لوحه المفاتيح اللي هي بالعربي وتكتب اللي انت عايزه بالعربي من هنا. بس ده يعني ان كيس ان انت قعدت على جهاز كمبيوتر وجهاز الكمبيوتر ده ما فيهوش لغه عربي اصلا، لا في الكيبورد ولا في الويندوز. في الحاله دي انت تقدر ان انت بمجرد ان انت تحط او تشغل لوحه المفاتيح من هنا، تقدر ان انت تكتب بالعربي او على لوحه المفاتيح، او كمان ترسم. شايف، بص عندي هنا اقدر ارسم مثلا الحروف. يعني لو جيت قلت مثلا عايز ارسم حرف ايه، الكاف اهو كاف، او اكتب او بص هنا انتر كده كتب لي هنا كاف، او ممكن اكتب كده هنا هيثم، عارف هيعرف يقراها ولا لا. نقطة هيثم اهو، اختار من هنا. عايزين نيجي بقى على حاجة تانية، خلاص بقى نقفل بقى موضوع الكتابة ده، خانة الإجمالي، عشان أبقى كده أنا إيه حزمت لك الدنيا كلها. فين خانة الإجمالي؟ مثلا هقول إن بلاش دي رقم 19 ودي هتبقى الإجمالي. أوكي طيب الإجمالي دي هيكون فيها إيه؟ همسح بقى الخلية دي كده وهقول له إن الإجمالي دي هيكون فيها الدالة الجميلة دي، حاجة اسمها هنا sum. طبعا أول ما بفتح هنا قائمة الدوال فبيطلع يظهر لي كل الدوال الموجودة في اكسل، وطبعا سوري في شيتس. وده طبعا محتاجه حلقات عشان تشرح، محتاجه فيديوهات عشان نشرح الدوال الرياضيه ودوال التاريخ ودوال قواعد البيانات والمحللات اللغويه والافريج والسم والول. يعني احنا خلينا على حاجه سهله جدا اللي هي بتاعت سم، اللي هي بتاعت المجموع. لو جيت دوست كده على سم هيقول لي حدد لي القيمه من فين لفين. بص هنا ما بين القوسين هنا تقدر ان انت تكتب مانيوال الرينج او النطاق بتاعك، او ممكن هنا تعمل ايه بقى، تعلم على الرينج ان انت بالضغط والسحب كده تعلم على الرينج بتاعك. بص هو كتبه اوتوماتيك، فتح قوس وقال لك E2 نقطتين فوق بعض E19 اللي هو ده النطاق بتاعي من E2. بص E2 فين، E2 اهي ل E19 اللي هي دي 19 وايه E19. اوكي بمجرد ما هدوس انتر هيطبق لي الداله بتاعه المجموع بالشكل ده. طيب عايزين نشوف بقى داله المجموع دي بتتغير اصلا ولا لا. خلينا نضيف يوم كمان اللي هو يوم 4/1. اوكي وهنقول في اليوم ده بعنا $5000. بص بقى معايا هنا 44,100، هنا في اصفار. لو جيت دوست انتر ايه اللي هيحصل؟ الاصفار دي هتحاول تبقى 250 على اساس ال 5%، وهنا 5250 توتال 49350. يعني معنى كده ان هو عمل ابديت على طول اوتوماتيكلي لقيمه اجمالي المبيعات. يعني نرجع دي بقى شكلها محترم زي الاول كده عشان كده مش حلو. وهنا ظهر لي طبعا في البيانات اليوم الرابع، ده هنا كده 4 ايام، اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع. وزي ما انت شايف كده هنا وصل لهنا 5000، وده وصل لكام؟ ل 20000 اللي هو ده. ويعني ده رسم بياني تحليلي كده طبعا ظريف جدا، بيبقى شكله حلو يعني. تمام، عايز اشطب على حاجه اهو، ما شطب على حاجه دي مثلا اهو مدايس هنا كده شطبت عليها، بص بقت شكلها متشطب عليه. في قائمه ملف في هنا جديد وفتح واستيراد. استيراد بقى دي ان تقدر تجيب ملف اكسل انت عامله اوريدي تحطه على الجداول. ازاي الكلام ده؟ ان انت مثلا هتقول له هنا مثلا استيراد، بعدين هتقول له هنا تحميل، واختيار ملف من جهازك، فايل زي ده لقيته داونلود اهو، مش عارف ايه هو بصراحه، بس خلينا ندوس عليه دبل كليك نعمل له تحميل كده ونشغله استيراد البيانات. هيبدا ان هو يرفعه. تم استيراد البيانات بنجاح. فتح الان. خليني افتح كده اهو. هو ده الجدول اللي هو اصلا كان بتاع اكسل يا جماعه. ده جدول كان على الاكسل عادي خالص، وانا عملت له استيراد. هنا بقى مشاركه مع الاخرين. ده بقى الجميل بقى في الموضوع، ان انت دلوقتي ما بقتش
بالعافيه كده شغال لوحدك. انت ممكن تضيف ناس تانية، يعني مثلا انا هضيف هنا هيثم هو المتحكم، هو انا هنا المالك. اوكي، هضيف حد تاني كده اسمه هيثم دوت سامي دوت سلامة @gmail.com. كتبت بس ايه الايميل بتاعه. بص هو جابهولي كده بالشكل ده، وهقول له ايه، بص هنا كمان اختار عايزه مشاهد بس يشوف بس، ولا يشوف ويعلق، ولا محرر ان هو يقدر كمان يعدل في البيانات. يقول لي ابعت له رساله الراجل ده برجاء التعديل في البيانات يوميا بشكل يومي، ارسل. او ممكن كمان تنسخ الرابط من هنا بحيث ان انت تبعته له مثلا على الواتساب او حاجه. تم تعديل امكانيه الوصول. هنا بقى لو جيت بصينا كده على المشاركه تاني بعد ما اضفناها، هقول له بص، هقول لي ده المالك هيثم سلامه، وده التاني ده الايميل التاني بتاعي اللي هو محرر. اقدر انا اغير له كمان، اقول له نقل ملكيه، ممكن ادي له الملف ده بشكل نهائي. وهنا طبعا الوصول، اي شخص لديه الرابط ولا حصري؟ لا انا اخليها حصري يا عم، مش عايز اي حد عنده الرابط يوصل. لا هنا حصري، الناس اللي بس اللي اضفتها ان هم يقدروا ان هم يشوفوا الملف ويعدل. في سجل التعديلات هنا بقى هتلاقي يقول لك مين اللي عدل وامتى والساعه كام وعمل ايه بالظبط، بالتالي تقدر انت تعمل كنترول او تراكنج للمستخدمين بتوعك. اخر حاجه عايز اقولها ان هنا ممكن تضيف اوراق عمل جديده اللي هي زي الشيتس. طبعا انت هنا في حاجه اسمها ملف او مجلد لاوراق العمل الموجوده هنا. دي الورقه رقم 1، طبعا تقدر تعمل فيها كل الاوبشنز الموجوده في اكسل عادي خالص. وكمان تقدر تضيف ورقه عمل جديده. هنا نقدر نضيف ورقه جديده على نفس الورك بوك اللي احنا شغالين عليه زي اكسل بالظبط. اوكي، هنا اقدر ابدل ما بين ورقه 1 وورقه 2، وكمان اقدر اغير التسميه بتاعتها. طبعا في اوبشنز كتير موجوده في البرنامج، انا طبعا ما اقدرش استعرضها عشان الوقت الفيديو ما يبقاش طويل بزياده. اللي عنده سؤال او وصل لحاجه وما عرفش يكملها يا ريت طبعا يشاركها معايا بتعليق كده، ازاي اقدر اعمل الحاجه الفلانيه دي. سيب تعليقك كده وانا هرد عليه لو قدرت ارد بالكتابه، او لو ما قدرتش حاجه محتاجه شرح فيديو ولا حاجه، اكيد هصور لك فيديو ازاي تعمل الخطوات دي، يعني كشورت كده، فيديو سريع كده على يوتيوب او اي بلاتفورم تانية. بعتذر عن فيديو النهارده انه طويل شويه، ولكن كله معلومات مفيده، وانا مقسم الفيديو كده على حسب كل شابتر او كل حته انا بتكلم فيها، عشان لو عايز ترجع لنقطه معينه تقدر ترجع بكل سهوله. يعني النقطه الاولانيه ازاي تفتح حساب، النقطه الثانيه ازاي ان انا الون الخلايا، النقطه اللي بعدها ازاي اعمل الدوال البسيطه، وهكذا ازاي ان انا اطبع. كل الكلام ده هتلاقيه متقسم عندك كده في اليوتيوب لو انت بتتفرج عليا من اليوتيوب. طبعا لو بتتفرج عليا من اي حته يا ريت طبعا تشجعني بلايك جميله كده وكومنتك الظريف. لو عندك اي استفسار او حتى عايز تشكرني على اي حاجه بعملها، لو انت على اليوتيوب يا ريت تعمل لي سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. لو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشيروا يا جماعه الفيديو، ممكن يكون مفيد لاي حد بيدور فعلا على المعلومه دي. لحد كده بنكون انتهينا من فيديو النهارده، واشكركم لوقتكم واشكركم للمتابعه، واتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.